بسم الله على بركة الله. نبداو الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، واليوم غادي نديكم معايا في رحله الى المدينه الحمراء مدينه مراكش. غادي نشارك معكم الاماكن اللي زرناها وكذلك المعالم التاريخيه اللي كتميز بها مدينه مراكش، وغادي نشارك معكم معلومات والاثمنه. وخليكم معايا نكملوا الفيديو حتى الاخير. بدينا الرحله ديالنا من مدينه اكادير تقريبا مع 9:30. الطريق كانت خاويه كما كتلاحظوا معايا هنايا، راه ما كاينش بزاف ديال الطوموبيلات. الجو كان زوين، كانت شويه ديال الضبابه. من بعد ما دازت تقريبا واحد ساعتين، قلنا غادي نوقفوا في محطه ديال الاستراحه، محطه الاستراحه ديال الشيشاوه. هنايا غادي نرتاحوا شويه وغادي نفطروا، حيت ما فطرناش في الدار. جبت معايا الفطور ديالنا. مشينا للبلاصه اللي كيكون فيها الكراسه والميادين. فرشت واحد الازار. هنايا وجدت القهوه مع الصباح، يعني قهوه مخلطه حليب وقهوه. تركنا كذلك باتيسري، خدينا الكومير وخدينا الكرواسون. جبت معايا شويه ديال اللوز، شويه الكركاع، الحمص، كاوكاو والتمر. كي كان ديجا قديتها جبتها معايا حتى هي. جبنا شويه ديال الزيت املو والكونفيتير. غادي نفطروا ونرتاحوا شويه. تقريبا هنايا في محطه ديال الاستراحه واحد 45 دقيقه اللي جلسنا فيها، عاد كملنا الطريق. كاين حتى ليسباس ديال الالعاب ديال الدراري الصغار. لعبت هنا شويه البنيه، ارتاحت وعجبها الحال وكملنا الطريق. هنايا صافي خرجنا من لوتوروت، خرجنا الخرجه ديال مراكش الودايه. خلصنا في لوتوروت 66 درهم. صافي هنايا دخلنا لمراكش. فاش كتدخلوا لمراكش راه كيكون واحد الجو مختلف تماما على الجو اللي كاين في اكادير. اكادير كتكون شويه بارده، هنايا مراكش راه كتكون سخونه. كما كتلاحظوا معايا في الطريق، راه هذاك المسجد اللي كاين في القدام راه هو مسجد الكتبيه. من بعد غادي نزوروه وغادي نعطيكم المعلومات عليه. هنايا الطريق هنايا كلها جرادي، لا على اليمين لا على اليسار، ولكن الدنيا كتكون خاويه بنهار، يعني حتى الليل عاد كتكون الدنيا عامره. وبالنسبه للبلاصه اللي غادي نباتوا فيها، دخلنا لو سيت ديال بوكين، يعني راه السيت راه معروف.
كتدخلوا ليه وكتعمروا المعلومات، يعني على حساب شحال من ليله بغيتو تباتوا وعلى حساب العدد ديال الافراد الاسره. حنايا خدينا جوج ديال الليلات تقريبا ب 600 درهم، ما فيها لا فطور ما فيها والو، يعني غير لا شومبر بوحدها. وبالنسبه لهنايا فين يعني فين جلسنا راه قريب لكلشي، يعني جا قريب لجامع الفنا، جا قريب للكتبيه والمناره، يعني جا في الوسط ديال مراكش. من بعد ما ارتحينا خرجنا، اول وجهه مشينا ليها هي مجمع الصناعه التقليديه اللي كاين قريب من باب دكاله، يعني وسط المدينه ديال مراكش. ماشي بعيد بزاف على ساحه جامع الفنا، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بالطوموبيله. بالنسبه لهذا المجمع هو واحد الفضاء اللي متخصص في عرض وبيع المنتوجات التقليديه المغربيه المصنوعه يدويا. نشؤوه باش انه يدعم الحرفيين المحليين ويحافظ على الحرف التقليديه اللي كتميز بها الثقافه المغربيه ديالنا. وغادي تلقاو في الداخل ديال هذا المجمع محلات اللي كتقدم منتوجات يدويه، مثل النقش على الطين، عندنا الجلد الطبيعي، الفضه والمعادن، الزرابي، النقش على الخشب والنحاس والمصابيح التقليديه. وكذلك كاينين ورشات صغيره اللي تقدروا تشوفوا فيهم الحرفيين وهم خدامين، وهذا الشيء كيعطي واحد التجربه ثقافيه فريده للزوار. يعني كاين واحد الورشه اللي دخلنا ليها غير ما صورتهاش، دخلنا ليها اللي كيقادوا فيها الزرابي، يعني كيفاش كيقادوا الزرابي وكيفاش كيقادوا داك الخيط اللي كيخدموا به الزرابي، يعني واحد التجربه اللي زوينه. من بعد ما كملنا الجوله ديالنا في الصناعه التقليديه دزنا للمسجد الكتبيه، يعني راه قريب ليه ما بعيدش بزاف. ومسجد الكتبيه هو اكبر واشهر مسجد في مراكش، وواحد من ابرز المعالم الاسلاميه في المغرب. تبنى في القرن 12 عام 1158 ميلاديه على يد السلطان الموحدي عبد المؤمن الكومي، وسمي بالكتبيه حيث كان قريب من سوق الكتبيين اللي كيتاجروا في الكتب والمخطوطات، ومن هنا جات التسميه ديالو. بالنسبه للنهار الاولاني لينا في مراكش، يعني زرنا فيه مجمع الصناعه التقليديه وزرنا فيه مسجد الكتبيه. غادي نخلي لكم فيديو اخر فيه الاماكن اللي زرنا وكذلك المعلومات والاثمنه. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.